السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد من محاكي محل الالعاب. النهارده يا شباب هنكمل السلسله دي ان شاء الله، وهنكمل التطورات في المحل. بس قبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. طبعا دلوقتي يا شباب رايح المحل بتاعي وخلينا نفتحه دلوقتي، وزي ما انتم شايفين الموظفين اللي احنا كنا جبناهم الحلقه اللي فاتت موجودين، وصاحبنا مش مبطل رأس من الحلقه اللي فاتت يعني. وزي ما انتم شايفين ده المحل بتاعنا، وخلينا شكله عامل كده، وخلينا هنا في جهاز اركيد يعني. فدلوقتي خلينا افتح الجهاز الرئيسي بتاعي وافتح المحل كده ونبدا نستقبل الزباين. دلوقتي يا شباب افتح المحل كده زي ما انتم شايفين، وهنبدا ان شاء الله نستقبل الزباين. الدميه اللي بترقص دي يعني بتجذب الناس فبتخليهم يدخلوا عندنا على طول يعني، فهتلاقوا الزباين بسرعه بتدخل عندنا. يا شباب المكان ريحته وحشه جدا والسبراي بتاعي خلص، فخليني دلوقتي اروح اشتري سبراي كده عشان ارشه في المحل يعني. هروح دلوقتي للراجل عم الحاج دوت واشتري منه السبراي. خلينا نشتري اتنين كده، ما الواحد ب 15 دولار يعني رخيص. يا شباب اشتريت ثلاثه وحطيتهم كده معايا في الشنطه، وخلينا دلوقتي نروح نوديهم على المحل. خليني دلوقتي بس اقبل الريكوست اللي موجود ده. في واحد يا شباب عايز يستخدم الكمبيوتر يعني. دلوقتي فتحت له الكمبيوتر، وفي واحد تاني كان على الاركيد يعني. وخليني افتح الشنطه كده واطلع منها السبراي ونرش بقى في المحل عشان نخلي ريحته كويسه يعني. زي ما انتم شايفين العداد بتاع السميل بيزيد، وكل ما يزيد كل ما المحل يكون ريحته كويسه. دلوقتي خليت المحل 100 100 وريحته زي الفل. ودلوقتي خلينا نحط السبراي ده هنا. في واحده كمان عايزه تستخدم الجهاز، فخليني دلوقتي افتحه من هنا كده واعمل ابروف. يا شباب وانا ماشي في المدينه لقيت الراجل دوت وعليه علامه تعجب، فده معناه ان هو عايز يتكلم معايا يعني. فدلوقتي خلينا نشوف هو عايز ايه. يا شباب بيقول لي ان في محل تاني من نفس المحل بتاعي كده يعني، بيأجر اجهزه وكده. فالمحل دوت موجود في الدور التاني في نفس المبنى اللي انا عايش فيه. فالمفروض ان انا اخد القنبله اللي مع الراجل ديت واروح ازرعها في المحل ده وافجره، لان المحل ده مش بيسمع كلام الراجل يعني. فمش عارف اعمل كده ولا لا، بس في اختيارين هنا بيقول لي نوت ناو، وفي اختيار تاني بيقول لي اوف كورس يعني ان انا اروح اعمل كده. فخليني دلوقتي اختار اوف كورس واعملها واشوف ممكن الراجل ده اصلا يفيدني بعد كده او يديني حاجه يعني. حاسس الراجل ده وراه حاجه ممكن يعني يفيدني بعد كده. دلوقتي خلينا نروح على الدور التاني في المبنى اللي احنا عايشين فيه ونشوف موجود فيه ايه هناك. خلينا ناخد الاسانسير كده زي ما انتم شايفين واروح على الدور التاني ونشوف المحل اللي موجود هناك ده عامل ازاي. طيب هو ده الدور التاني زي ما انتم شايفين، وده المحل اللي انتم شايفينه ده هو اللي بينافسني يعني في المدينه دي. فبيقول لي ان انا المفروض احط جهاز تجسس هنا يعني تحت الطاوله دي كده. ودلوقتي حطيته هنا يا شباب زي ما انتم شايفين. ودلوقتي المفروض ان انا اروح اتكلم مع الراجل اللي بيتجول في المدينه دوت واشوف هو عايز مني ايه دلوقتي. طبعا احنا عمالين نكسب فلوس يعني، واحنا مش اصلا مش موجودين في المحل، لان اللي مش بيدفع يا شباب الراجل بيضربه وبيجيب منه الفلوس على طول. دلوقتي هروح اتكلم مع الراجل اللي اداني المهمه دي واشوف هل الراجل ده فعلا ممكن يكون مفيد ليا ولا هو بيستغلني بس وبيضحك عليا يعني. عمال ادور عليه يا شباب مش لاقيه، مش عارف هو اختفى فين. هو يا شباب موجود هنا زي ما انتم شايفين. بيقول لي ان شكرا على اللي انت عملته، ودي هديه صغيره ممكن اقدمها لك، واداني 400 دولار. فدي حاجه كويسه جدا. اخدت دلوقتي منه 400 دولار وممكن يعني يفيدني بعد كده برضه. وانا يا شباب حاسس فعلا ان الراجل ده وراه حاجه يعني. في هنا ابلكيشن يا شباب اسمه ستيم وعليه العاب كتير جدا، فممكن احنا نشتري العاب برضه عشان الناس تلعبها اكتر من الالعاب اللي احنا مشترينها دي يعني. احنا مشترين 3 بس، فممكن نشتري اكتر من كده. دلوقتي يا شباب اشتريت 6 العاب كمان، ودلوقتي بقى المجموع كله 9 العاب. دلوقتي يا شباب هستنى الراجل ده بس يقوم، وبعد كده هاخد الاجهزه دي واروح ابيعها عند الراجل، وبعدين اكمل عليها فلوس واجيب اجهزه ثانيه جديده واحسن من دي بكتير. دلوقتي الراجل قام زي ما انتم شايفين، هاخد بس منه الفلوس هاخدها كده زي ما انتم شايفين. يا شباب في راجل تاني داخل، فمش عارف هيستخدم الجهاز ولا هيروح على ماكينه الاركيد يعني. طيب كويس ان هو راح على ماكينه الاركيد، بس في واحد تاني دخل على الجهاز برده هنا. خليني يا شباب اعمل ريفيوز وخليني اقفل المحل عشان ما حدش يستخدمه بعد كده. دلوقتي عملت كلوز للمحل، وبعدين هاخد الاجهزه دي احطها في الشنطه، وبعدين اروح ابيعها عند الراجل. اخدت يا شباب الشاشه والكيس والكيبورد والماوس، وهروح دلوقتي ابيعهم واشوف هيجيبوا كام. هروح عند البرنس ده اللي بيضحك عليه وهو مبسوط كده ونايم. فدلوقتي يا شباب دي اسعار الحاجات، وخلينا ابيعها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده. بعتهم، والظاهر ان الراجل مش عنده اجهزه كويسه يعني، فالمفروض ان احنا نروح نطلبها من امازون احسن. خلينا يا شباب كمان اخد الطاوله والكرسي عشان شكلهم مش عاجبني خالص، فخليني دلوقتي احطهم هنا كده. واخد برده يا شباب الكمبيوتر التاني دوت برده يعني هبيعه هو كمان. دلوقتي دي اسعار الحاجات زي ما انتم شايفين برده. بعت كل حاجه، ودلوقتي خلينا نروح اجيب باقي الحاجات اللي في المحل وابيعها هي كمان، واجدد كده المحل واخليه جديد يعني. دلوقتي دي اخر حاجات معايا، خليني دلوقتي ابيعها كده زي ما انتم شايفين. ودلوقتي المحل بقى تقريبا فاضي يعني، ما فيهوش غير ماكينه الاركيد بس. فخليني دلوقتي اروح على امازون واطلب طلبيه جديده فيها اجهزه جديده يعني. معايا دلوقتي يا شباب 4841، فعايز استغل المبلغ دوت احسن استغلال ممكن، بحيث ان انا اجيب اكتر عدد من الاجهزه وكمان تكون اجهزه جديده يعني. خلينا دلوقتي نروح على امازون زي ما انتم شايفين كده، وخلينا نكبر الشاشه كده، وخلينا نبدا دلوقتي بالكمبيوتر كيس ونجيب الكيس اللي احنا عايزينها. طيب دلوقتي يا شباب في اكتر من جهاز، بس انا عاجبني اللي ب 610 دوت، شكله كويس وكمان جديد يعني. لان اللي فوق دول تقريبا يعني سعرهم رخيص بس هم تعبانين ومش كويسين، فدي شكلها كويس وسعرها كمان كويس. خليني دلوقتي اشتري منها 3. محتاجين يا شباب طبعا 3 كراسي عشان 3 اجهزه اللي احنا اشتريناهم. فدلوقتي خلينا نشتري 3 كراسي من اللي عاملين 285 يعني، شكلهم كويس يا شباب وسعرهم كمان كويس. فخلينا دلوقتي اشتري 3 كده زي ما انتم شايفين. هنبقى كمان محتاجين 3 من الكيبوردز، فخلينا دلوقتي اشتري كيبورد كده يكون سعرها كويس. في كيبورد هنا يا شباب عامله 234، فخليني دلوقتي اجيب منها 3. ونيجي بقى يا شباب لاهم حاجه واللي هي الشاشه، وخلينا نشتري كده شاشات كويسه يعني. في يا شباب ال LCD ديت عامله 550، فخليني دلوقتي اشتري منها 3 برده، يا رب الفلوس اللي معانا تكفي. ودلوقتي الماوس طبعا عايزين ماوس كده يكون كويس، فال
420 ده شكله كويس قوي يعني، فممكن نشتري منه 3 برضه. هنيجي لاخر حاجه واللي هي الطاوله، وعايزين طاوله كده تكون كويسه وكمان سعرها كويس. دلوقتي يا شباب في طاوله كده بسيطه يعني وسعرها بسيط كمان 416، فخلينا دلوقتي نشتري منها 3 هي كمان. ودلوقتي يا شباب دي كل الحاجات اللي احنا اشتريناها، ودي سعرها في الاخر 6411 يعني اكتر بكتير من الفلوس اللي معانا. فدلوقتي يا شباب احنا محتاجين جدا ان احنا نجمع فلوس، والمشكله ان احنا مش عندنا اي اجهزه في المحل. فدلوقتي هقول لكم الطريقه اللي احنا هنجمع بيها الفلوس. خلينا يا شباب في المحل ده كده زي ما انتم شايفين، ونروح دلوقتي على الملهى اللي موجود في المدينه، وده بيكون فيه موجود يعني اجهزه العاب كده بتكسبك فلوس. عشان تدخل يا شباب لازم تدفع $100 للراجل دوت، وبعدين هيفتح لك الباب وتدخل. ودلوقتي يا شباب دي الاجهزه اللي احنا جايين عشانها، ودي اجهزه حظ، فممكن يا شباب لو ظبط معاك الحظ تكسب فلوس، ولو ما ظبطش معاك الحظ يعني ممكن تخسر، فانت وحظك يعني. اللعبه الواحده يا شباب ب $20، فكل ما نحط $20 بيبقى معانا فرصه ان احنا نكسب فلوس يعني. دلوقتي خلينا نحط $20 كده ونشوف هيحصل ايه. حطيت يا شباب $20 وما كسبتش اي حاجه وراحت عليا، فدلوقتي خلينا نجرب تاني. برضه يا شباب راحت عليا، فهفضل اجرب كده لغايه ما اكسب واقول لكم خسرت كام وكسبت كام. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين بعد لعب كتير جدا كسبت $600 يعني، تقريبا خسرت شويه فلوس حلوين لكن في الاخر كسبت $600 يعني. ودلوقتي بقى معانا $5000 يعني، تقريبا خسرت $300 وكسبت 600، فدلوقتي المكسب الصافي 300 يعني. طبعا يا شباب الحاجات دي حرام، بس احنا بنعملها عشان في اللعبه يعني يا شباب اي حاجه بتخليك تخاطر بفلوسك فان انت ممكن تخسرها او تكسبها، فدي حاجه حرام ما ينفعش تعملها، فهو تعملوا الحاجه دي في الحقيقه يعني. دلوقتي يا شباب كسبت $2000 في مره واحده زي ما انتم شايفين، ودلوقتي بقى معانا 6721 يعني. فدلوقتي مش هكمل لعب تاني عشان ما اخسرش يعني، ودلوقتي هطلع بالفلوس اللي انا خدتها واروح للمحل واشتري الحاجات اللي انا كنت طالبها من امازون يعني. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده خلينا نروح على امازون، والفاتوره عامله 6400 واحنا معانا 6700 يعني. فدلوقتي خلينا ندفع الفاتوره كده، ودلوقتي اتبقى معانا $300 والطلبيه راحت لامازون، ولما يوصلوها ان شاء الله هقول لكم ونركبها مع بعض. دلوقتي يا شباب زي ما انتم شايفين وصلت الطلبيه بتاعت امازون، وهي كراتين كتير جدا جدا يعني. فدلوقتي خلينا ناخد كل حاجه وارصها في المحل وبعدين اوريكم النتيجه النهائيه على طول. 2 hours later. ودلوقتي يا شباب ده بقى الشكل النهائي للمحل بعد ما جبت 3 اجهزه جداد زي ما انتم شايفين شكلهم عامل ازاي. شكلهم احلى بكتير جدا من اللي فاتوا. دلوقتي يا شباب انا ماشي في المدينه لقيت الراجل ده برده بيحتاج مني حاجه، بيقول لي ان المحل اللي احنا رحنا شفناه في الدور الثاني ده بينافسني، ولو انا دمرته يعني او خلصت عليه هيجي لي كل الزباين، وان المحل ده بيخطط ان هو يقتل الراجل ده، فاحنا المفروض ان احنا نديله 1500 عشان يشتري يعني القنابل اللي هو ممكن يفجر بيها المحل الثاني. فدلوقتي خلينا ندفع ال 1500 بتاعته كده، وزي ما انتم شايفين دلوقتي المحل الثاني اتفجر على طول اول ما دفعت له ال 1500 يعني. زي ما انتم شايفين المحل اتدمر خالص وما بقاش موجود اصلا يعني. ودلوقتي المحل بتاعي بقى هيستقبل زباين اكتر بكتير. طبعا يا شباب الاجهزه الجديده اللي انا جبتها زي ما انتم شايفين اسعارها اعلى بكتير، فعشان كده بتجيب لي دخل اكتر بكتير جدا يعني. انا لعبت شويه بس وجبت 3699 من مكاسب الاجهزه بس يعني. فيا شباب بما ان معانا فلوس كتير وبما ان احنا بقينا ندخل فلوس كتير في وقت قليل، فانا ممكن اعمل تطوير كمان في المحل. ممكن يا شباب ان انا اشتري السبيكرز دي بحيث ان احنا نشغل اي موسيقى او اي حاجه اللي الزباين محتاجاها عشان يدونا تقييمات اعلى يعني. فممكن اشتريها كده ب $400. وكمان يا شباب ممكن ان انا اشتري مطبخ يعني يكون موجود جوه المحل ويعمل للناس اكل يعني. فدلوقتي خلينا نشتري المطبخ كده ب 1400، ودلوقتي اشتريت المطبخ والمفروض ان انا اتاجر شيف يعني يقدم للناس الطلبات وكده. فدلوقتي من هنا كده يا شباب ممكن اتاجر هنا شيف كده زي ما انتم شايفين من هنا، زي ما انتم شايفين بيدينا 4 ايام ب $200. وكمان اتاجر كمان واحده بتقدم الطلبات للزباين عشان ما اروحش انا اقدمها بنفسي يعني، وب 350 لكل 5 ايام برضه. وطبعا يا شباب الزباين هتحتاج الحمام، فممكن اشتري حمام ب 1330 وكده هبقى خلصت كل فلوسي يعني. فزي ما انتم شايفين دلوقتي اشتريته. وده شباب منظر المحل بعد التطوير. زي ما انتم شايفين بقى فيه توسعه كبيره جدا، فيها مطبخ كامل وفيها شيف بيطبخ الاكل، وكمان بقى عندنا هنا الحمام زي ما انتم شايفين موجود هنا يعني. بقى فيه اكتر من حمام زي ما انتم شايفين، وبقى فيه كمان حوض ومرايات وكده يعني. وزي ما انتم شايفين ده نظام السبيكر اللي انا اشتريته، فيه اكتر من واحد في المحل يعني. زي ما انتم شايفين نظام كامل السبيكرز ممكن اشغل عليه اي حاجه انا عايزها. فبس يا شباب دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا بيها واستمتعتوا باللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك. وكان معاكم يوسف ومع السلامه.